مرحبا بكم أصدقاء القناة. الأخلاق الحسنة ليست زينة في حياة التلميذ أو الطالب، بل هي أساس النجاح الحقيقي وروح العلم وجوهر الرسالة التربوية. للمحافظة على هذه الأخلاق وترسيخها سنمدكم في هذا الفيديو على طرق ومناهج ناجعة وفعالة، فتابعونا إلى الآخر. فالمعهد والجامعة ليس مكانين لاكتساب المعارف فقط، بل فضائين لبناء الشخصية وصقل السلوك وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية. إن التعامل الحضاري مع الأساتذة المبني على التقدير وحسن الإصغاء يعكس وعي الطالب بدور العلم وأهله، كما أن الاحترام المتبادل بين الزملاء يخلق بيئة دراسية سليمة يسودها التعاون بدل التنافس السلبي. أما الغش في الامتحانات فهو سلوك مرفوض أخلاقيا وتربويا، لأنه يقتل روح الاجتهاد ويهدم الثقة ويفرغ الشهادة من قيمتها الحقيقية. والتحلي بالصبر في طلب العلم والمثابرة في البحث وقبول الخطأ والتعلم منه هي صفات العظماء، وبها ترتقي الأمم ويصنع الطلبة مستقبلا مشرقا لأنفسهم ولمجتمعاتهم. ولتحقيق هذا الإصلاح المنشود لا بد من ترسيخ ثقافة الحوار داخل المؤسسات التربوية، وتشجيع القدوة الحسنة في السلوك قبل الخطاب، مع تفعيل الأنشطة الثقافية والتطوعية التي تنمي روح المسؤولية والانتماء. كما ينبغي تعزيز الوعي بخطورة الغش عبر التربية الأخلاقية ودعم الطلبة نفسيا وبيداغوجيا، حتى يصبح الاجتهاد قيمة راسخة والإصلاح سلوكا يوميا نابعا من قناعة لا من خوف. إلى اللقاء متابعين الأوفياء في فيديو توعوي آخر.